بالظبط كده. اتفضلي. اوكي، هنروح نشوف تقرير انا عملته بشكل مختلف شويه عن العنوسه ونرجع تاني. بعد ما زهقت من زن امي وهي بتقول لي اتجوزي لحسن يقولوا عليكي عانس، قررت انزل الشارع واقول انا مش عانس وبايره. معناها ان انا لما اتعدى 30 سنه مش شرط المجتمع ويبص لي ويقول لي ان انا عانس، انا مش عانس، انا عايزه اعيش لوحدي. حقي يا جماعه، مش لازم انزل تاتان تاتا في الشارع والناس تبص لي، يا اما مش متجوزه فالناس تبص لي ان انا عانس وعنست وتعديت العمر. انا عايشه ومبسوطه الحمد لله. مش لازم حد يجي يقول لي ها بقى هتتجوزي امتى؟ طب ما دام مش عايزه اتجوز. مقتنعه باللي انت عاملاه خلاص. ايوه لازم المجتمع كله يعرف ده. ماشي اوكي، ما دام مش مقتنعه باللي انت عاملاه دوت مالكيش دعوه. انا مقتنعه بقى، مامتي مش مقتنعه، طنطي مش مقتنعه، الناس اللي حواليا مش مقتنعين. ما دام انت مقتنعه خلاص ماشي، وليه ما اقنعش الناس اللي حواليا بفكرتي؟ اصلا الناس يعني بس طب ماشي، الناس اللي انت عارفاهم قولي لهم، حاولي تقنعيهم. ماشي، ما انا بقنع اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش دلوقتي. طب والله انت كويسه، انا عارفه ان انا كويسه. طيب خلاص ليه عامله كده؟ انت ليه حسستيني ان انا مش كويسه؟ انا كويسه، انا عارفه ان انا كويسه. عايزه اوصل للناس فكره يا جماعه ما تقولوش للبنات ان انتوا عانس، ما تقولهمش هتتجوزوا امتى. طب حقيقي انا كمان بحييكي جدا على فكره يعني مش فكره الورقه، الفكر ذات نفسه فعلا عدم الزواج افضل من زواج عله فعلا. انا مختارك بقالي 6 سنين، ما انا والدتي عماله تقول انت باين. تعالى هات يافطه واقف جنبي بقى. سنجل اهو واقف جنبي الراجل، مش معنى بتسالوني انا وهو لا. عريس يا ماي. مين اللي معاك؟ ايه؟ مين اللي معاك؟ انا بيكتب بردك عاوزك يخطب ولا لا هو كمان تضامن معايا ووقف معايا. ايه؟ طب ما تنزلها يلا ايه؟ نروح بيت. نروح بيت ايه؟ عندكم. عندنا تعمل ايه؟ انت مش عانس؟ طب انا عايز اخرج يلا. ليه؟ ايه؟ لا تاني. مستغربه ليه؟ طب انت رافعه اليافطه وقلب. انا مش رافعه اليافطه عشان اتجوز، انا رافعه اليافطه بقول لو ما لقيتش حد مناسب مش هتجوز. انا مناسب ولا لا؟ الواحده تبقى مرتاحه والكلام الناس هو بيتعبها. والله انا مرتاحه كده اهو، هم يفضلوا يزنوا بقى. هقابل عريس بس عشان ارضيهم. ايه؟ الصراحه هقابل عريس عشان ارضيهم بقى. بس كده؟ طب انت فعلا ممكن تتجوز عشان ضغط المجتمع؟ لو انت بنت طب مش شايف ان البنات عندهم مشكله؟ عندي اصلا بتقول كده برضه ساعات، في ناس اللي بتسمعنا كده اللي هو القرايب. البنات دول يا عيني مسؤولين. شفت بقى؟ هم اكتر من الولاد. خلي دي بقى معاك للذكرى. خلاص كده؟ مش معنى اني عديت 30 سنه ان يتقال عليا عانس، وزمان قالوا في المثل العزوبيه ولا الجوازه العر، واللي هيقول لي ارتباط همسح بيه البلاط. رجعنا لكم بعد التقرير. معلش هو كان التقرير ده تقريبا كان اهداء لماما من كتر الزن، فانا كنت مشحونه جدا وكنت محتاجه اعمل كده. انت كمان عندك مشكله ماما يا ايفون؟ ها، كل البنات عندها مشكله ماما، مفيش حد ما عندوش مشكله ماما. طب وايه اللي حصل في التصوير؟ احكي لنا، حصل حاجه غريبه غير ان واحد اتقدم لك للجواز؟ هو مبدئيا جالي عريس. تاني حاجه كانت اهم حاجه عجبتني وانا بعمل التقرير ده، اللي تضامن معايا وجي مسك يافطه وقال لي انا كمان عايز اكتب انا مش سنجل، انا سنجل وعايش ومش يعني اللي هو ما حدش هيجوزني بالاكراه. كنت واقفه فين وانت بتعملي التقرير؟ عند جامعه عين شمس. عند جامعه عين شمس. طب البنات قالوا ايه بقى الكلام اللي ما طلعش في التقرير؟ البنات اللي كنت عماله اقول لهم ايه عشان الصوت يطلع يحاول يطلع معايا. بنت من البنات قالت لي ان هي هتقابل عريس النهارده من كتر الضغط، مع انها في الجامعه، من كتر الضغط عليها في البيت، ولا هتعنسي بتقولي انا عشان اخلص من زنهم انا ممكن اتجوز فعلا اي حد عشان اخلص من كتر الزن. دي كانت واحده تانية جت قالت لي انا بحييكي، وانا لو عندي الشجاعه ان انا اعمل كده، بس انا ما بقدرش اقول لهم في البيت ان انا مش عايزه اتجوز. انا شايفه ان انا المفروض الفتره دي اخد بالي من مستقبلي ومن حياتي، بس الزن والضغط عليا في البيت